من هم الخمسة الذين لا يعذبون في القبر؟ أولا، من عاش ومات على لا إله إلا الله. ثانيا، من مات في يوم الجمعة أو في ليلتها على طاعة. ثالثا، من حافظ على قراءة سورة الملك وعمل بها. رابعا، من مات بسبب مرض في بطنه. خامسا، المرابط والشهيد في سبيل الله. 4 أشياء تجلب الرزق، فما هي؟ قيام الليل والصدقة والاستغفار وصلة الرحم. و4 أشياء تمحو بركة الرزق، فما هي؟ نوم الصباح وقلة الصلاة والكسل والخيانة. ومن أكثر من يموتون بسوء الخاتمة؟ آكل الربا، فآكل الربا مشهود له بسوء الخاتمة. ومن هو أحب الناس إلى الله؟ أنفعهم للناس. وما هي النار التي لا تحرق إلا صاحبها؟ نار الحقد. ومن هي المرأة التي يحرم على المسلم الزواج بها وليست من محارمه؟ هي المرأة الملحدة التي لا تنتمي لليهود ولا النصارى. وما هي أحب الأعمال إلى الله؟ الصلاة في وقتها ودخول الفرح على مسلم. ومن هو الذي تخرج خطاياه من تحت أظافره؟ من توضأ فأحسن الوضوء تخرج خطاياه من أظافره. ومن هو الذي يكتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق؟ من واظب على صلاة الجماعة 40 يوما مدركا لتكبيرة الإحرام. وما هما العينان اللتان لا تمسهما النار؟ عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. من هم ال3 الذين لا يدخلون الجنة؟ العاق لوالديه، والديوث وهو الذي لا يغار على أهل بيته، والرجلة من النساء وهي المرأة التي تتشبه بالرجال. ومن هم ال3 الذين لا تقبل صلاتهم ولا ترفع فوق رؤوسهم شبرا؟ رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارعان. ومن هم ال3 الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم؟ الشيخ الزاني، والملك الكذاب، والعائل المستكبر أي الفقير المتكبر. ومن هم ال3 الذين إذا ظهروا فانتظر الساعة؟ المهدي المنتظر، والمسيح الدجال، وعيسى ابن مريم عليه السلام. وما هن ال3 المنجيات؟ العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. ما هو الظلم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى؟ الظلم 3 أنواع، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره الله هو الشرك، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله ظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض. لا تترك هذا الفيديو عندك، انشره لإخوانك فلك الأجر.